هل عمرك سألت نفسك سؤال بسيط جدا: ليه لغاية دلوقتي أنا مش ناجح؟ رغم إنك جربت كل حاجة، تبطل تسويف، وجربت تصحى بدري، وجربت تكتب أهدافك، وتحفز نفسك، وتقرأ كتب، وتتفرج على بودكاستات، بس الحقيقة إن كل ده ملهوش قيمة. الجملة اللي هقولها لك دي لازم تفهمها: النجاح مش محتاج طرق جديدة، النجاح محتاج إنك تكذب الفكرة اللي أنت مصدقها عنه. في الفيديو ده مش هقولك إزاي تنجح، انا هقول لك ليه لغايه دلوقتي انت مش ناجح. والكلام ده عمر ما حد قاله لك قبل كده، علشان كده عمرك ما فهمته. واحد يجي يسالني: ايه الشوكه اللي انت ماسكها دي؟ هقول لك دي لها فايدتين: اول فايده ان انا امسك المايك، تاني فايده ان انا اشد انتباهك. مش محتاجه حاجه. وطبعا قبل اي حاجه تعمل لايك وفولو لو انت على اليوتيوب، تشترك في القناه علشان تطور من نفسك ودماغك دي تنضف شويه. معانا شاب هنسميه ولو يكن متولي. هتقولي ليه متولي؟ هقول لك معرفش، لسه جاي على دماغي دلوقتي. ركز وما تقاطعنيش تاني. متولي ده بيحاول يبني مشروع، بيتفرج على فيديوهات تحفيزيه كتير، وبيسمع كلام زي اشتغل 18 ساعه في اليوم، اقطع كل الناس السامه، البيزنس عايز له مغامره. لكن متولي فشل وفشل تاني، وبدأ يشك ان في حاجه غلط فيه هو. كان بيقارن نفسه بناس على انستجرام عايشه في دبي وبيركبوا عربيات غاليه. محدش قال لمتولي ان الصور اللي هو بيشوفها دي مش النجاح، دي النتيجه. وان النجاح الحقيقي بيبدأ لما تبطل تدور على الانبهار وتبدأ تدور على الأساس. النجاح مش موهبة. تعال نقارن بين رانيا وكريم. هتقولي مين رانيا ومين كريم؟ هقول لك ما تقاطعنيش تاني. رانيا ذكية جدا، دايما بتنجح في الامتحانات من غير ما بتذاكر. يا ريتنا زي رانيا والله. كريم شخص عادي بس بيحضر وبيذاكر وبيسأل كتير وبيطور من نفسه. بعد 5 سنين رانيا في مكان عادي جدا، وكريم سبقها بمراحل. ليه النجاح مش موهبة؟ النجاح التزام طويل الأجل مع حاجات صغيرة، ما فيهاش تسقيف، ما فيهاش فلاتر، وما فيهاش شعور لحظي بالإنجاز. معتقد خاطئ بيساوي حياة كاملة غلط. كتير من الناس اتربت على 3 حاجات: الشطارة انك ما تغلطش، ان النجاح محتاج تضحيات ضخمة مرة واحدة، ان الناس هتشوف مجهودك وتقدره تلقائيا. تعالى لي بقى نعكس كل ده: اللي بيغلط اكتر هو اللي بيتعلم اكتر. النجاح محتاج تضحيات صغيرة قوي كل يوم، ومحدش هيقدرك غير بعد ما فعلا تثبت نفسك، وده بياخد وقت طويل قوي. زي مروان اللي عايش بقاله 8 سنين بره بيشتغل في صمت من غير ما حد يلاحظ، وفجأة بقى ناجح. لكن هو عارف انه ناجح من 4 سنين لما بطل يهرب ويواجه نفسه. الختمة بقى ايه؟ النجاح ملهوش تعريف واحد، بس ليه شروط ثابتة. ايه هي الشروط دي؟ انك تشتغل وانت مش شايف نتيجة، ده انت دبانة رخمة رخمة يعني. انك تكمل وانت مش متشجع، مش بقى انك تطور من نفسك وانت حتى بتخسر، وانك تبطل تستنى حد يقولك يلا بينا. الخلاصة النهائية ايه بقى؟ اللي محدش قاله لك عن النجاح انه مش قصة ملهمة ولا هاشتاج. النجاح قرار بيتاخد كل يوم رغم كل حاجة ضدك. ولو مستني اللحظة المناسبة، صدقني انت كده اخترت تفشل. خد كلامي على محمل الجد: التمن دايما بيكون من وقتك، مش بس من جهدك.